الاهلي بطل الدوري 2025 2026 يعني. صباح الجمعه الموافق 19 سبتمبر. انا بقول طبعا سيبكم من التهريج والكلام اللي بيتقال في الاعلام والسوشيال ميديا على ان الزمالك فوق والاهلي تحت وبيراميدز في النص. الكلام ده عاري من الصحه تماما تماما تماما. هو الاهلي لو لعب الماتشين، الفرق بين الاهلي والزمالك ماتشين، لان الاهلي كان باي في ماتش هيتلعب النهارده. لو الاهلي كسب الماتشين هيبقى الفرق بينهم 4 نقاط فقط، 16 12. وبيراميدز عنده ماتش اقل من الزمالك، لو بيراميدز كسب الماتش هيبقى 16 14 12. والزمالك لسه لا لاعب بيراميدز ولا لاعب الاهلي، ماتشين الله اعلم بالنتيجه، النتيجه وارده، الزمالك يكسب يتعادل، الاهلي يكسب بيراميدز يكسب، مش عارفين يعني. ففي حاله يعني في حاله ان الاهلي كسب الزمالك الماتش اللي اخر الاسبوع ده وكسب الماتش بتاع النهارده، وبيراميدز الماتش اللي متاجل كسبه، تخيلوا الترتيب هيبقى الزمالك 16 الاهلي 15 بيراميدز 14. يعني المنافسه شرسه زي السنه اللي فاتت، وانا متوقع ان المنافسه هتبقى شرسه. ده ما يقللش من استقرار الزمالك وثباته، والمدرب الجديد كويس جدا وبوتنشال كويس قوي، من النتائج الحلوه اللي بيعملها الزمالك، من اللعيبه الجديده والصفقات الجديده والدكه القويه. لاول مره في الزمالك من 7 8 سنين يبقى في دكه قويه، اللي بره زي اللي جوه. بس بالرغم من كده المنافسه شرسه جدا جدا جدا. وانا شايف من وجهه نظري الاهلي بس بعد ما يعدي الفتره عدم الاستقرار الاداري والانتخابات، والخطيب انسحب والخطيب ما انسحبش والخطيب هيرجع طبعا النهارده بعد الجمعيه العموميه، الخطيب هيرجع طبعا هيرجع، والقايمه اللي عملها هيعمل زي صالح سليم في اخر ايامه، جايب ياسين منصور يدير ومعاه سيد عبد الحفيظ يساعده، والخطيب بقى هيبقى اسم بس رئيس مجلس الاداره بس، طبعا عشان الحاله الصحيه هيبعد شويه عن النادي يعني. هو طبعا كان عامل نفس الخطه دي ايام العمري فاروق الله يرحمه، بس طبعا يعني توفاه الله العمري فاروق، فالخطه باظت. يعني هو الخطيب كان هيعمل نفس الخطه دي مع العمري فاروق، بس عيا العمري فاروق ووفاته لخبط القصه. مفيش حد في المجال كان بيتعدي زي العمري فاروق الله يرحمه. فطبعا هجيب ياسين منصور، رجل اعمال قوي جدا ومعاه فلوس طبعا، وعنده مانجمنت سكيلز رهيبه طبعا، من اقوى رجال الاعمال موجوده في مصر، وهو خلاص بقى هيختفي بمجرد ما الدنيا تظبط بس في الموضوع الاداريه دي وتمشي، ويجيبوا مدرب كويس، او من غير ما يجيبوا مدرب كويس بعماد النحاس. انا بقول لكم ان الاهلي اكبر نسبه فوز بالدوري السنه دي، وبيراميدز نمره 2 والزمالك نمره 3. يعني هو الكوره ما فيهاش مستحيل يعني. ممكن اللي انا بقوله ده توقعات شخصيه، ممكن الدنيا تمشي مع الزمالك كويس، الاهلي يتعثر تاني، بيراميدز يتعثر، نتيجه المباراه اللي ما بين الزمالك وبيراميدز والزمالك والاهلي تكون مختلفه عن التوقعات، فالدنيا تفرق يعني. بس اخيرا وليس اخرا، لا، المنافسه شرسه بين الثلاثه، والترتيب بين الثلاثه كراسي موسيقيه. وانا وجهه نظري الاقرب الاهلي بيراميدز الزمالك. وهنشوفكم ونتابع معاكم ان شاء الله الماتشات القادمه.